بأول منتخب الحق لكوت ديفوار وراح يواجه حيلعب في الملعب اللي حيلعب فيه. تفهم باللي هناك امور تلعب في الخفاء في الكاف. وش هنقول ان شاء الله يخرج من الدور الاول. كثير ساهموا في هذا الانجاز. حذري نتمنى بيان سور يخرجوا من الدور الاول. تتمنى انه يخرجوا من الدور الاول؟ بيان سور نتمنى المغرب يخرجوا من الدور الاول. انت بتتكلم جد؟ ما يجري الان في الكاف وحرمان الجزائريين، حرمان اتحاد العاصمه، حرمان رياض محرز من العديد من الجوائز، نظن انه هنا اصبحت لعبه قادره ظهرت للعيان. الان نتمناهم ان شاء الله ما يجوزش كاع الدور الاول، ونتمنى ان شاء الله غير المشاكل داخل المنتخب المغربي. ولا لا يصبح الصباح ولا يصبح يظلم ومن عبادكم علاش لا نسكت. تزادينا قباح. لا ايش غدير؟ حنا تزادينا قباح. بسطة هذا بسطة هذا. وناحي عاود وناحي اخويا وناحي. على راك ديرنا هاك واش علينا ولا على المصريين ولا لا منا وناحي هاك فهمنا على ولا على عمروش ولا فهمني والله انا بعدا والله ما بغيت فاهم لانه كلشي بقينا نشوفوا ببعضياتنا ما عرفناش وخا حاضينا تابعيني حاضيني معينيني. حاضينا من 86 من ايامات التيمومي بحال عبد الرحيم. حاضينا قدروش يهضروا جاو داروا لنا في الهفاف داروا لنا ثلاثه لتحت. شوها ما راناش في 76. عندك تلفزيون بلون بنوار وواحد التليفون الناس ما تشوفش. ما راناش في 76 رانا في 2024. الاعلام كل شيء معروف الناس كامل تشوف. فين غادي المنتخب فين جاي المنتخب ولكن حنا هكا زادينا قباح 3-0. انتوما يا صحافه الزيكو يا صحافه العار والاستحمار بغيتو بغيتو زعما تكلخونا. لا لا والله انا في رايي الخاص انهزمت بالنتيجه، ولكن تعرف قوه الاتحاديه تاع واسمه المنافس تاعنا راهم قوه الان في افريقيا، قوه ضاربه. لا شكون حنا؟ تقول لي شكون؟ زادينا قباح. المدرب نتاعهم وقوه المنتخب المغربي هي العقليه، عقليه الملاعبيه. اليوم نجم نقول لك المنتخب المغربي رغم اللي عمل كاس عالم كبيره ياسر وماشي لافريقيا، اما ديجا وليد قراهم قبل ما يسافروا الكوت ديفوار قال لهم راهو ماناش كاس العالم هذه الكاس الافريقيه اللي حاضر باش يحط ساقه وباش يبل المريوع وباش يفرح الشعب المغربي. مرحبا به. هذاك المدرب نتاع تنزانيا هذاك الجزائري قال لهم اللعابه جيبوا لي الرجلين نتاع المنتخب المغربي، كل واحد يرجع باش يرجل في يديه، ما كاين غير امراض تاع يا صابر دابا يحشموا وهو بدا يشرشم. غير بدا يشرشم فيهم صافي استطاعوا. شتي بنادم راه بنادم كامون يا صاحبي. يعني وانتوما مكلخين اصلا، وانتوما اصلا راسكم خاوي اصلا. هذاك اللي راه قاعد تما قاعدين تعطيو في الاسئله راسكم خاوي فيه البطاطا. ما تهضروش الحقيقه وخوافه جبناء. انا نقول لكم انتم الصحافه جبناء، ما فيكمش واحد يهضر الحقيقه وما فيكمش واحد يحلل اي مقابله ويعطيوكم منا بالتليفونات هضروا على مؤامره ولا قجعوا المغرب والاخر. هذا ما كنتو خدامين بصح. نتوما يا قنوات الزيكو نايضين 3 والمغرب البارح دار العجب. المغرب كاع العالم شافه، الناس كاع كانت تشوف تفرجوا كل شيء. والمغاربه اللي راهم تما عاود في كوتيفوار شوف الصوره اللي راهم يصوروا لبلادهم. وحنايا نتاكلوا بيناتنا وحاضين منه ونتاكلوا غير بيناتنا. هل تتخوف من الكولسة في كأس أفريقيا؟ بسطة هذا كيما نهار كاس العالم نديروا اسبانيا خسرت مع الظلمه مع ملعبه اسبانيا مع الجنوب. حنا هكذا نمشيو. لو كان نخدموا نيشان كوريكت كيما يديروه هما علاش يدير المنتخب الجزائري تعادل مع المنتخب الانغولي نورمال عادي. اليوم المغرب قبل البطاقه الحمراء كان رابح الا ب1-0
بعد البطاقه الحمراء بوزيسيون كان قريب ان انت لقجع يعني راه ماهوش راهو يخطط لك في عندها علاقه يعني بيان سور علاقه كيف ما علاقه القجع بدخول الجماهير الى الملعب؟ شاك ماتش يا كارطون روج اي دي بينالتي شاك ماتش براسك تفريق يوم ثاني كانت حمراء ثاني قلت لك تحكيم ضد الجزائر. هذا الحقد والحسد والغيره والغل اللي داخل فيك ما قدرش تخرجه. خرجوه ورميوه ماشي بهكذا باش غادي نديفلوباو هاد الصحافه ويوليو صحافه عالميين ونوليو عندنا عقليه وكاركتير ونشوفوا بعيد ونشوفوا لقدام. تابعيني حاضيني معينيني. كنتوما ولد عمي ملي صبح ربي العال نتوما تنبحوا وانتوما تباتوا تنبحوا وتظلوا تنبحوا ومن تحصلوا المخزن المغرب القشع. هذه مين تحصلوا الفران يحبس لكم المغرب هكايا ديماري الفرفاره رانا روطار. هذه مين تحصلوا صحافه الغيار. حنا كي تشوف الاحصائيات الاحصائيات رهيبه. حنا يعني رانا فعال لما تشوف الاربع مباريات الاخيره تشوف شحال من اوروبا مع الاخر ثاني احسن. يعني اليوم لما تشوف لا فيزيونومي د لا رونكونت في المقابلات وين كانوا بطاقات حمراء لو سكور والله اليوم لما تشوف السنغال ولا تشوف المغرب كيفاش باش ربحوا 3-0 بعد الابريليكس. حنا لو كانت بطاقه حمراء كان قادر تشوف لا حنا والله ربيت وتهضر بهذيك الهضره وتقول لي كاين كواليس ومؤامره والقشاع والتحكيم. ليه الماتش ديال انغولا كان الحكم عذبنا؟ هل تظن ان انت لقجع يعني راه ماهوش راهو يخطط لك في عندها علاقه يعني؟ حقرونا يا اخواني حقرونا. لا شكون حنا ما علاقه القجع بدخول الجماهير الى الملعب؟ ما علاقه القجع هو الامر الناهي في الكاف. في بريزيدون فيدراسيون انا شفنا القجع هذا كان في الوداد هبط المستوى داير كلش او داير كلش اخ حسام. انا شفنا قلت لك المدرب هذا تاع لا تنزاني سي با باسكو الجيريا اتاكا قال لهم حوسوه انا قال لهم حسب بدل لهم لو ستاج ليكيب. اللي انتم تقولوا التحكيم القجع ما القجع انا ما فهمتش. القجع البارح كان التحكام كونترلي 100% والله يجيب الخير في لي ماتش الاخرين وتشوفوا بعينيكم. انتوما ما كان والو ما دار لكم والو. حكم كان نورمال معنا ما كان كوريكت ما ضربة جزاء ما بغيتو ياك بن طالب ضرب اللاعب غادي يفدو حتى السما ويدخل كيف وتجيو نتوما اللي بلاطو وحافظ الدراجي يقول لك ملعب ناشف ونشفوه لك حافظ القجعه والدراجي الله يهدي.